العمالة تسأل ازاي كوباية الشاي بلبن في الشاحن السمالي ب 1500 جنيه. والله يا تيتا انا جاهل، بس فهميني كوبايه الشاي ب 1500 جنيه ازاي؟ حرام. بطل الجهل بقى. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. مش عشان انت شحات ومعفن ومش لاقي اللضا ها تستكتر على الناس يشربوا كوباية الشاي ب 1500 جنيه؟ انت مالك انت؟ وانت ايش دخلك يا شحات يا معفن في موضوع الشاي باللبن ب 1500 جنيه؟ خليك في حالك. يا شحات، انت تفهم ازاي في كوباية الشاي بلبن؟ دي كوباية شاي بلبن معمولة من لبن العصفور. اهو اللي يتدخل في اللي ما لا يعنيه يسمع ما لا يرضيه. انت تعرف تمسك العصفور انت؟ ده لبن العصفور، انت تعرف تحلب العصفور؟ هم حلبوا العصفور، جابوا العصفور كده حلبوه كده كده وحننوه الاول بعدين حلبوه وعملوا بيه كوبايه شاي كده في الفريسكا كده في اللحظات كده في الاسبريسو. اه يا سيدي، كمان الصينيين اخترعوا مكنه تحنين وحلب في نفس. في الاسبريسو كده بيوقفوا العصافير كده على قلب ذات المكنه، احلب 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 وينزل لك اللبن العصفور طازه. فطبعا يستاهل قلب ذات ال 1500 جنيه. وبعدين انت مفكر انه شيء عادي كده من اللي انت بتروح تاخده من على قهوه ابو حميصه 50 في ال50؟ لا، وفي ناس كمان بتطلع من الساحل الشمالي تسافر جزر الهيمالايا، تقطع لكم شجرة التريبتي عشان تعمل لكم شاي بطعم الريدتي. قهوه ايه ده؟ مفكروا علبه بحليبه تاخدها على القهوه وانت قاعد تلعب دومنا؟ شحات، خليك في حالك، انت مالكش دعوه بحياه الاغنياء. حقك على الراس يا ست الكل. انت خليك في قلب ذات حال. ايوه كوبايه الشاي ب 1500 جنيه ودلوقتي كمان كده يبقى رخيصه جدا. وهنا نأسف لانقطاع الإرسال لأن سعر كوباية الشاي وصل 2500 جنيه لزيادة عدد لقلة شجرة التريبتي في جزر الهيمالايا. ان العصفوره طالبه انها تغلي عشان اللبن بتاعها غالي. كونيلا